اللي هي 4 سنين. لا طبعا، لا مش شرط، مش شرط. الثورة هي اللي جابت مرسي. الثورة هي اللي جابت مرسي، وهو سلك طريق غلط، سلك طريق بطيء، طريق قضاء. طريق قضاء ده في المنازعات البسيطة، انما احنا دلوقتي في حالة ثورة وفي حالة فوضى زي ما انت شايف واحتقان، وان ما ينفعش اللي احنا فيه ده. اللي احنا فيه ده محتاج قرارات ثورية. اذا كنت هتقدر تمشي البلد تنفذ، مش هتقدر تسيبها وتمشي. شايف ايه القرارات الثورية اللي المفروض الرئيس محمد مرسي يعملها؟ طهر زي ما قالها طهر، ما تبقاش كلام. فين؟ ما شفناش حاجه على ارض الواقع. الناس زي ما هي ونفس الاحوال اللي احنا فيها، بالعكس ده جاب للناس احباط. قتل الثوره، ده قتل الثوره هو والجماعه بتاعته. واحنا عايزين واحد من غير شله. احنا عايزين رئيس بدون شله. احنا مشينا حسني عشان كان معاه شله. احنا عايزين رئيس لوحده متفرغ لقياده البلد، تمام؟ ولازم الاخوان يبقوا مدركين خطوره الموقف الخارجي، تمام؟ احنا مش في الهوجه او في المشاكل الداخليه بس، في اخطار خارجيه كبيره على مصر هم مش مدركينها. هم ماسكين في السلطه وبيقاوحوا على السلطه وخلاص. هم مش عاملين حساب لمصر، ولا يؤمنوا بالدوله، ولا يؤمنوا بحدود الدوله. يعني اسال حضرتك كيف يمكن الخروج من المأزق الحالي من مؤيد ومعارض للرئيس محمد مرسي؟ لا، هو الأهم من كده الخروج من أزمة لمصر كلها. مصر مش هتخرج من الأزمة دي إلا لما الناس اللي هم ماسكين البلد دلوقتي يرجعوا السجون تاني. احنا عندنا ناس كانت بتموت في المنصورة أول امبارح، وفي نفس الوقت الرئيس قاعد بيضحك. بتضحك على مين؟ وإذا كنت عايز تقارن، قارن نفسك. لو عايز مقارنة، قارن نفسك بالملك فاروق اللي قالوا له ما قاومتش ليه؟ قال لهم نقطة دم من المصريين تساوي عروش الدنيا كلها. وانت عايز تقعد على جثث المصريين، واحنا خلاص ما عندناش استعداد ان احنا نستحملك انت وجماعتك. انتوا ناس ما ينفعش معاهم غير انكم ترجعوا السجن تاني. ضحكتوا علينا. انتوا نجحتوا في اللي فشل فيه عبد الناصر وحسني مبارك والسادات. فضلوا 60 سنه يحاولوا يخلونا ان احنا نكرهوكم. انتوا في 8 شهور بس كرهناكم. احنا مش عايزين اخوان تاني خالص. يعني في البعض يرى ان دلوقتي هناك دستور، ويعني عشان الرئيس محمد مرسي لو مشي وجه رئيس تاني هيجي برضه فصيل سياسي او بعض الفصائل السياسيه الاخرى تنزل تتظاهر ضد الرئيس وتقول ان الرئيس ده فشل ومش عايزين. الناس دي اجبن من ان هم ينزلوا تاني. الناس دي لما القاده بتاعتهم ما بتكلمش عن الاخوان، يعني انا بتكلم فصيل سياسي تاني. جه رئيس جديد وفي فصيل سياسي مش عاجبه الرئيس ده، هينزل يتظاهر وهيقول احنا عايزين نشيل الرئيس. كل الفصائل السياسيه عندها وعي ما عدا الجماعات اللي ماشيه ورا الاخوان. دول بيسارعوا للبقاء، لان الناس دي لما هتمشي بالحكم هيرجعوا السجن تاني. فالحل في مصر ان القاده دول لازم يخشوا السجن. لما يخش السجن كل الناس التانيه دي بتخاف. توقعات حضرتك ليوم 30 يونيو المقبل؟ ان شاء الله رب العالمين مصر هتتطهر باذن الله من الاخوان. اسباب مشاركه حضرتك النهارده في التظاهره؟ والله اسباب مشاركه حضرتي النهارده لان حكم الاخوان الموجود حاليا، حكم مش لا ديمقراطي ولا في حريه ولا اي حاجه. لانه اول واحد هو داس على الديمقراطيه وداس على الحريه واهان القضاء وما نفذش الاحكام القضائيه هو مرسي. فمنين انت بتهدر الاحكام القضائيه وعايز الناس لا مؤاخذه؟ ازاي انت خارج عن القانون؟ فقدت شرعيتك من يوم ما الغيت الحكم الدستوري، فقدت شرعيتك من يوم ما اقسمت اليمين وخنست بيه. فازاي انت تنفع كرئيس جمهوريه؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، ازاي تتفرط في ارضك وفي قناه السويس وسد اثيوبيا؟ مصر كرامه يا بيه. انا هقول حاجه. الرئيس محمد مرسي في الخطاب الاخير قال ان قناه السويس عمرها ما هتتباع، ودي كلها اشاعات، وفي ناس يعني هدفها فلول النظام السابق، وبعض الناس مش عايزين البلد تنهض. يا بيه الواقع العملي، بعض يروج الاشاعات. لا ده مش قاعد. الواقع العملي هو قناه السويس. قال لك هعمل صكوك، الصك ده معايا ممكن ابيع لاسرائيل، ممكن ابيع لاي واحد. فهو ده عباره عن بيكذب على الناس زي ما كذب قبل كده. يعني ايه الحلول اللي حضرتك شايفها عشان حاله الانقسام اللي في البلد دي تخلص؟ اسالك بقى الحلول. من هو اوجد حاله الانقسام؟ هو مرسي نفسه. الحلول ان هو من الناس عرضوا عليه ان هو يعمل استفتاء. هو مش كل حاجه يقول لك الصندوق. طب ما الاستفتاء ده هو عباره عن ايه؟ الشعب مصدر السلطات. الشعب، في ناس بتقول ان ادام الشعب مصدر السلطات، الشعب المصري نجح الرئيس محمد مرسي في الانتخابات اللي فاتت. نجحه وفشل ان هو يدير بلد زي مصر. اهان المصريين. اثيوبيا دلوقتي حولت مجرى نهر النيل. ليه؟ لان مش شايفه فيه اراده قويه في مصر، مش شايفه فيه ان حكومه قويه في مصر تقدر تقول لها لا وتناقشها. بتتخذ قرارات رغم ان ده ضد القانون.
لان اثيوبيا لا يحق لها ان تبني سد الا بموافقه مصر والسودان اللي هي دول المصب. خدوا القرار ده ليه؟ لان هم شايفين القياده الموجوده الحاليه بتسعى للتمكين وتمكين الاخوان فقط لا غير. مصر دي مش وطنهم، وطنهم اي مكان. البديع ده نفسه والتاني قال لك طز في مصر. الشعب المصري ما لهوش طز، عاكف. الشعب المصري ما حدش يقدر يطز. الشعب المصري اعظم شعب موجود على وجه الارض. توقعات حضرتك ليوم 30 يونيو المقبل ان هيبقى في تظاهرات مؤيده للرئيس محمد مرسي وايضا مظاهرات تؤيد سقوط الرئيس محمد مرسي. الشعب المصري اللي هو يقبل الذل، يقبل ان هو يعيش ذليل، فهيجبر الرئيس كما اجبرنا حسني مبارك ان يرحل، واذ لم يرحل بالسلميه سيرحل بالشعب، والشعب مصدر السلطات. وهذا مش انقلاب زي ما بيقولوا، لا، الشعب مصدر السلطات، واللي يختار الشعب هو اللي يمشي. دستور، هم بيقول لك الدستور صندوق، هم اول من خالفوا الدستور القانوني. محمد مرسي اول من خالف الدستور، واول من خالف الاحكام القضائيه، واول ما قالش قرار. الرئيس محمد مرسي في الخطاب الاخير قال ان انا اجتهدت فاخطات احيانا واصبت احيانا. قال كده، بس في حاجات في الدستور لا يحق له ان ينتهكها. لازم يكون يعني سوري، الانسان لازم يكون مدرك ماذا يقول وماذا يفعل. الرئيس محمد مرسي ما تدخلش في الدستور، يعني الدستور لجنه، في لجنه هي اللي شكلت الدستور وتم استفتاء الشعب عليه. ايوه، اللجنه اللي جابها دي من 100 واحد، هل جاب فقهاء قانونيين يعملوا الدستور؟ اذا كان الدستور دلوقتي رجعته المحكمه تاني عشان تغير فيه، راحوا سابوا المواد اللي هيغيرها وراح حطوا مواد تانيه. يا بيه، هدف الدستور الموجود حاليا هو دستور تمكين، هو دستور تمكين للاخوان المسلمين.